من اتبع رجال القانون الذين يحللون ويحرمون على خلاف شرع الله، يضعون قوانين تحلل وتحرم، معرضين عن تحليل الله تعالى وتحريمه في الكتاب، هؤلاء رجال القانون الذين يفعلون هذا الفعل. وكل من دعا الناس إلى تحليل وتحريم أشياء على خلاف الكتاب والسنة فهو طاغوت. إذا اتبع الإنسان في التحليل والتحريم أو دعا الناس إلى التحليل والتحريم فأطاعوه واتبعوه فهؤلاء طواغيت. لذلك يخفى على كثير من الناس ويحسبون أن الطاغوت أولئك الذين عبدوا كالأضرحة وأصحاب الأضرحة من أولياء الشياطين الذين زينوا للناس عبادة أنفسهم بالسجود والركوع والنذر والذبح. لا، ليس هؤلاء فقط، بل أخطر شيء في الوقت الحاضر رجال التشريع، من سموهم رجال التشريع الذين يشرعون، وهذه التسمية نفسها جريمة. لا يوجد رجال التشريع في الإسلام، التشريع انتهى، الله شرع وأنزل الشريعة، الشريعة موجودة بيننا في هذا المصحف وفي السنة. إذا من أين التشريع؟ هل الحكام مشرعون؟ لا، أيما حاكم يشرع فهو طاغوت. ما عندنا تشريع في الإسلام لو طبقنا الإسلام تطبيق صحيح. لذلك ينبغي السنة. إذا من أين التشريع؟ هل الحكام مشرعون؟ لا، أيما حاكم يشرع فهو طاغوت. ما عندنا تشريع في الإسلام لو طبقنا الإسلام تطبيق صحيح. لذلك ينبغي أن يكون حكام المسلمين لا يعتبروا أنفسهم سلطة تشريعية، لا، سلطة تنفيذية فقط. الصواب الحق أن يكون حكام المسلمين سلطة تنفيذية. السلطة التشريعية سلطة الله، الله شرع وبين الحدود، وجاءت السنة فأوضحت، فعلم المسلمون ذوات الحدود وذوات التعذير، والأمور كلها موضحة في الكتاب والسنة. كوننا نترك هذا جانبا، أو بعبارة أخرى يتركون ذلك جانبا ويشرعون تشريعا جديدا، هذا دين آخر غير الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتنافى مع الإيمان تماما، فليعلم هذا جيدا.